بروفيسور ياسمين، أولا بلغج تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وأيضا أود أن أبارك لك بفوزك بجائزة نوابغ العرب في فئة الطب، فمبروك. أهلا وسهلا بكم على قناة الجزائر نيوز. أرجو منكم أولا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، وأرجو منكم الدعاء لإخواننا في فلسطين. البروفيسور ياسمين بالقايد تفوز بجائزة نوابغ العرب في الطب لعام 2024. حققت البروفيسور ياسمين بالقايد إنجازا عالميا جديدا، حيث توجت بجائزة نوابغ العرب في فئة الطب لعام 2024 تقديرا لإسهاماتها العلمية البارزة في مجال علم المناعة والوقاية من الأمراض المعدية، حيث تعد البروفيسور بالقايد من ألمع العلماء على الساحة الدولية، وهي تشغل حاليا منصب مديرة معهد باستور في فرنسا، إلى جانب تقديمها محاضرات في جامعة بنسلفانيا وعدد من أرقى الجامعات العالمية. ونشرت البروفيسور بالقايد أكثر من 220 بحثا علميا تناولت فيه مواضيع متعددة تشمل العدوى والمناعة والميكروبيوتا والتغذية، وركزت أبحاثها بشكل خاص على العلاقة الحيوية بين الميكروبات والجهاز المناعي، حيث أثبتت أنه يمكن لبعض الميكروبات الجلدية أن تعمل كحاجز دفاعي فعال يعزز مناعة الجسم ضد العدوى. كما تناولت دراستها التأثيرات السلبية لاختلالات الميكروبيوم على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، وساهمت في تطوير استراتيجيات علاجية ووقائية فعالة لتحسين صحة الإنسان على المدى الطويل. ويأتي هذا التتويج ليؤكد على المكانة العلمية الرفيعة للبروفيسور بالقايد ودورها الريادي في تطوير العلوم الطبية، مما يبرز إمكانيات الجزائر وكفاءاتها في المحافل الدولية. فمن هي البروفيسور ياسمين بالقايد؟ تنحدر ياسمين بالقايد المولودة بالجزائر العاصمة سنة 1968 من مدينة نضرومة ولاية تلمسان، وهي ابنة أبو بكر بالقايد الذي تقلد عدة مناصب وزارية في الجزائر، آخرها كان حقيبة الاتصال والثقافة سنة 1992. وهي نفس البلدة، أي بلدة نضرومة، هي نفس البلدة التي ينحدر منها المدير السابق لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية إلياس زرهوني إبان عهدة الرئيس جورج بوش الابن. حيث درست ياسمين بالقايد في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الجزائرية، وتخرجت سنة 1990 بعد حصولها على الشهادة الجامعية في العلوم. كما درست بجامعة هواري بومدين التي نالت فيها شهادة الماجستير في الكيمياء الحيوية. كما نالت شهادة الدراسات المعمقة في الكيمياء الحيوية من جامعة باريس الجنوبية سنة 1995. وواصلت بالقايد مسارها العلمي بالتنقل للولايات المتحدة الأمريكية، حين انخرطت في بحوث مخابر المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والعدوى في مطلع الألفية. وعملت أستاذة مساعدة في جامعة بنسلفانيا سنة 2008، وأهلتها مهاراتها العلمية في علم المناعة
لأن تنتخب عضوا مدى الحياة في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم سنة 2017، وإضافة لحصدها العديد من الجوائز. عينت مطلع سنة 2024 مديرة لمعهد باستور الفرنسي، وهو مؤسسة تختص بدراسة علم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، التي تأسست بدوره عام 1887. ويقول رئيس الهيئة الجزائرية لترقية وتطوير الصحة مصطفى خياطي أن ياسمين بالقايد ابنة الجامعة الجزائرية التي تلقت فيها دراساتها العلمية وبرهنت على قدراتها الكبيرة بعد تنقلها للخارج. أما رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أشار في تدوينة له يوم الأربعاء على حسابه بمنصة إكس أي تويتر إلى ما نشرته ياسمين بالقايد من بحوث علمية في مجالات العدوى والمناعة التي بلغت 220 بحثا. كما نقل الحساب الرسمي للجائزة على منصة إكس لحظة تلقي البروفيسور ياسمين بالقايد خبر تتويجها من طرف وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة نوابغ العرب محمد القرقاوي، الذي أبلغها بالفوز بينما كانت على متن طائرة متجهة للعاصمة السنغالية دكار للمشاركة في مؤتمر طبي. وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لياسمين بالقايد فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، منوها بما قدمته من إسهامات استثنائية في علم المناعة ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض. هنيئا لابنة الجزائر وهنيئا للجزائر كلها، وشكرا للجميع.